جنبنا من أول انطلاقة إلى المدى الأخير. نحن والشعب الجزائري واحد، كلنا جزائر والجزائر كلها فلسطين. ونحن بالنسبة إلى قرارات هذا المعتوه ترامب لا تعنينا بشيء. نحن عاصمتنا القدس، القدس عاصمة فلسطين للأبد. عاشت فلسطين، عاشت الجزائر، عاشت فلسطين. كلمة واحدة، هو شباب ولاية طارق نكون يد واحدة، هو أن ندافع عن مبدأنا، وهو مع القدس كما قالها الرئيس هواري بومدين، مع القدس ظالمة أو مظلومة. هلموا يا شباب، هلموا يا شباب لنصرة القدس، ولو بكلمة واحدة، ولو بمبدأ واحد، ولو بحرف واحد، أن نكون القدس لنا ولا لغيرنا، فالقدس لنا ولا لغيرنا. القدس موطن للشعب الشعوب العربية كاملة، وليست لفلسطين، بل ولا نقولها لإسرائيل في وجوهكم. فالقدس للشعب موطنا للعالم كامل، وليس لكم يا أيها الغاشمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفة من شباب ولاية الطارف من كل صوب وحد، رغم القلة القليلة إلا أنها وقفة، إلا أنها ورغم الجو غير المناسب، إلا أن الشباب أبى إلا أن يوقف هذه الوقفة للتعبير عن رفضه وسخطه لقرار الخزي وقرار العار وقرار الشنار لهذا المعتوه، هذا المخبول ترامب الذي ضرب بكل مبادئ وأخلاق الأمم، ضرب بكل ما سطره التاريخ ليقول بأن القدس عاصمة لإسرائيل، لهذه الشرذمة التي أتت من كل ربوع العالم لتستوطن قلب الأمة العربية. هذه الوقفة للتعبير عن تضامننا، عن تلاحمنا مع إخواننا الفلسطينيين. إن الجزائر كلها مثل ما قال الرئيس الراحل هواري بومدين رحمه الله، أن الشعب الجزائري مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. الشعب الجزائري مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. ربي يطيح عليه صاقع ترامب هذاك. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. وإحنا بأضعف الإيمان خنزير ترامب هذا، ورانا مع فلسطين السلام عليكم ورحمة الله. كما كانت الجزائر دوما سباقة لنصرة هو اليوم الشعب الجزائري ونحن في ولاية الطارف، ورغم قساوة الجو إلا أننا أبينا إلا أن نقف هذه الوقفة لنصرة القضية الفلسطينية، ومن خلالها القدس الشريف الذي لن يضيع أبدا ما دام هناك أحرار بهذا الوطن الذي وقف دوما وسيقف دوما إلى جانب القضية الفلسطينية وقدسنا الشريف. شكرا.